الحملة اسمها أحلم أمشي لمرضى السرطان وذوي الهمم. هاي حملة من صناع المحتوى راح يكونون موجودين هنا لمدة 10 أيام داخل الغرفة الزجاجية حتى نجمع تبرعات اللي هي 1000 كرسي للأشخاص المعاقين. أكيد شكرا لنقابة صناع المحتوى، شكرا لكل صناع المحتوى اللي ساهموا وتعبوا نفسهم، راح يعني يعرفون شغلهم، يعرفون حياتهم، دراستهم، حتى بس يساعدون هذول الأطفال. هنا راح يكون بث مباشر بهاي الغرفة الزجاجية، راح يجتمعون 4 صناع محتوى والمؤسس هاي الغرفة الزجاجية اللي هو أحمد نبيل. راح يكونون 10 أيام متواصلين يجمعون 1000 كرسي كهربائي بهاي 10 أيام، وكل هذين حيطلع عن طريق الأونلاين، يعني عن طريق الماستر. أي ماستر عندك تقدر تبرع به ب1000 دينار راح تساهم بها. وهذا مو مجرد كرسي كهربائي، كرسي كهربائي تروح تاخذه حيكون سعره 500,000، اما بهاي الغرفة الزجاجية حيكون معفي قمرقي، يعني كرسي واحد 280,000. بدل ما تشتري كرسي واحد راح تشتري هناك كرسيات اثنين. طريقة التبرع هسه بعد شوي حيكون على شاشة اونلاين وشاشة دفع كلها عن طريق البطاقة، ما عندنا اي وسيلة كاش. حيكون على البث المباشر صناع المحتوى، فعلى البث المباشر الناس تدعم. يوم افتتاحيه تبرع راح يكون من خلال البث المباشر، مثلا هم 4 حماده العاني ومهيمن علاء واحمد بن الموصل، تقدر الدعم مالتك يكون عن طريق البث المباشر. هي حمله تشمل صناع المحتوى والمشاهير والاعلاميين، نتمنى حضورهم بهذا المكان، مكان ساحه التحرير مثل ما تشوفون لنا خلفي غرفه الزجاجيه. هي راح يكون بث مباشر لدعم 1000 كرسي لذوي الاحتياجات الخاصه والامراض السرطان.